دايما بنسأل من المرضى اللي هم بيكونوا في المرحله الثانيه وعندهم موت نكروزي في راس عظمه الفخذ، امتى يا دكتور اتاكد ان التثقيب هينجح ولا مش هينجح؟ لو احنا عايزين نتكلم عن النقطه دي بالتفصيل فاحنا لازم نعرف ان في بعض القياسات اللي ممكن نعملها على الرنين تدينا نظره او تدينا فكره هل التثقيب ده هينجح ولا لا، وهي قياس الزاويه اللي احنا شايفينها اللي فوق دي، ودي اسمها كاربول انجل. الزاويه دي لما بنقيسها بتدينا انطباع عن مدى نجاح عمليه التثقيب لو عملناها، وعشان كده سميناها اسم تاني يدينا حتى انطباع عن فكره الزاويه دي، وسميناها النكروتيك انجل او زاويه الموت النكروزي، وقسمناهم لثلاث مراحل: اقل من 190، من 190 ل 240، اكتر من 240. وقسمنا العيانين للثلاثه جروب دول. لو المريض واقع في الجروب الاولاني اللي هو الزاويه بتاعه النكروزس او النكروتيك انجل اقل من 190، ساعتها ده بنقول ان هو لو ريسك او مريض ممكن ينجح في عمليه التثقيب. اما لو المريض واقع في الجروب اللي في النص اللي هو المودريت ريسك اللي هو ما بين ال 190 لحد ال 240، ساعتها نسبة نجاح العملية بتكون إلى حد كبير 50 ل 50. أما لو المريض وقع في الهاي ريسك جروب اللي هو أكتر من 240 الزاوية بتاعته، ساعتها إحنا بننصح المريض إن هو ما يعملش عملية التثقيب دي نهائيا، لأن نسبة فشلها بتكون عالية جدا. الزوايا زي ما احنا شايفينها كده فوق: لو ريسك، مودريت ريسك، هاي ريسك. فقبل ما تعمل العمليه بتاعه التثقيب لازم تشوف الزاويه دي، علشان هي من احد اهم الزوايا اللي هتقول لك العمليه بتاعتك هتنجح ولا لا،